يا ترى عمرك وقفت قدام المراية وحسيت إن اللي واقف قصادك مش أنت؟ عمرك تخيلت إن انعكاسك ممكن يرمش من غير ما أنت ترمش، أو يبتسم ابتسامة غريبة مش شبه ابتسامتك؟ المراية اللي احنا بنشوفها كل يوم أداة عادية بالنسبة لنا، لكنها في عيون ناس كتير باب لعالم غامض ومخيف. في الفيديو ده هنتكلم عن الخوف من المراية، منين جه، وليه لحد النهاردة في ناس بتخاف زي ما بيخافوا من الكوابيس. المراية أكتر حاجة بنشوفها في يومنا من غير ما نفكر فيها. بنصحى من النوم، أول حاجة بنعملها نروح نقف قدام المراية، بنظبط شكلنا قبل ما نخرج، أو بنعدل شعرنا، أو حتى بنبص لنفسنا عشان نتأكد إننا تمام. لكن هل عمرك سألت نفسك إيه اللي بيخلي في ناس بتحس برهبة غريبة قدام المراية؟ ليه المراية ممكن تتحول من مجرد قطعة زجاج عادية لباب مظلم يربطنا بحاجة أكبر من عالمنا؟ تخيل كده وانت واقف قدام المراية في أوضة مظلمة، وفي إيدك كشاف صغير، وصادك مراية كبيرة. انت واقف بتبص لنفسك، بس فجأة تلاحظ إن انعكاسك بيتأخر نص ثانية عنك. انت بترمش وهو بيرمش بعدها. انت بترسم ابتسامة خفيفة، لكن انعكاسك بيبتسم ابتسامة أعرض وأغرب. هنا تبدأ تسأل نفسك، هل فعلا اللي قدامي هو انعكاسي، ولا في حد تاني واقف في العالم الموازي ده بيقلدني؟ اللي بيخافوا من المراية عندهم حالة اسمها أيسوبتروفوبيا، وهو نوع من الرهاب بيخلي أي شخص يحس إن المراية مش مجرد انعكاس. في ناس بتقول إن المراية مش مجرد زجاج، دي نافذة لعالم تاني، يمكن لعالم الأرواح. من زمان كان في معتقدات إن المراية بتزين أرواح البشر، علشان كده في بعض الثقافات لما حد كان بيموت كانوا بيغطوا المرايات كلها اللي في البيت، خوفا من إن روح الميت تفضل محبوسة فيها. خليني أحكي لك قصة. في القرن التاسع عشر كان في بيت قديم في أوروبا، بيقال إنه كل اللي بيدخله بيتجنب يبص في المراية. واحدة من البنات اللي عاشت في البيت ده قالت إنها في يوم صحيت بالليل وشافت انعكاسها في المراية، بس كان بيبص لها وهي نايمة مش وهي واقفة. والأغرب إنه وشها في المراية كان بيتحرك لوحده. من يومها البنت ما قدرتش تبص في أي مراية تاني طول حياتها. حتى في الأساطير القديمة المراية كانت مرتبطة بالجن والسحر. في ناس بتؤمن إنك لو فضلت تبص لنفسك في المراية وقت طويل ممكن تلاحظ إن ملامحك بتتغير، أو وشك بيتحول لوش شخص تاني. في تجارب اتعملت في الجامعات بتقول إنه الإنسان لو ركز عينه في المراية وقت طويل، عقله بيبدأ يلعب عليه ويخليه يشوف صور مش موجودة أصلا. بس السؤال، هل دي مجرد خدعة من المخ، ولا فعلا المراية بتكشف حاجة إحنا مش قادرين نشوفها؟ فعلا أنت ممكن تجرب تبص في المراية وقت أطول، هتلاقي وشك بدأ يتغير. في ناس بتقول إنه لما تبص في المراية وقت أطول قرينك بيبدأ يظهر وشه الحقيقي مش وشك انت لو بصيت في المراية وقت أطول هتلاحظ الكلام ده، وهتشوف إن وشك بدأ ملامحه تتغير. يمكن ده السبب اللي خلى أفلام الرعب دايما تستخدم المراية كرمز للخوف. مفيش فيلم رعب تقريبا إلا وفيه مشهد مراية، الشخص بيبص يلاقي انعكاس مختلف، أو يلاقي حد تاني واقف وراه. يمكن لأن المراية
تلعب على أعمق نقطة خوف عند الإنسان، فكرة إنك تبص لنفسك وتكتشف إن اللي قدامك مش أنت. في النهاية المراية بالنسبة لنا أو بالنسبة لناس كتير مجرد أداة عادية، لكن بالنسبة للي بيعانوا من رهابها هي حاجة مرعبة بتخليهم يحسوا إنهم مش لوحدهم. ويمكن السؤال الحقيقي مش ليه الناس بتخاف من المراية، لكن إيه اللي ممكن يطلع من المراية لو فضلت تبص فيها وقت أطول.